يا تيتا طولة العمر يا تيتا. صحيح انا شعر ابيض. تيتا. أم... تيتا. معقولة؟ بس انا معرفش والدتك ولا باباك. اكيد تيتا بتاعتك في البيت. أم... انا مش تيتة حد. واي حد بيقول لي يا تيتا ما بردش عليه. او يقول لي يا امي ما بردش عليه، او يقول لي يا حاجة ما ردش عليه. ليه بقى؟ انا ما بستقبلش الكلام ده. بس في ناس حكولي في الثلاثينات والاربعينات، اللي هم بقى تحت العشرين او اول العشرين يستظرفوا يقولوا يا عمو، او يا طنط، او يا خالته. ما هي طنط يا خالته. ليه؟ اي حد بينده لحد من غير ما يقول له يا استاذ او يا فندم او اسمه باسمه او حضرتك يبقى انسان متخلف. ليه؟ مفيش حد عنده وعي ينده الانسان بلقب القرايب. يعني تبقى واحدة عندها 30 سنة أو 40 سنة ويجي حد يقول لها يا حاجة. حضرتك بتقول لها حاجة، ما ترديش عليهم يا حبيبتي، ما تستقبليش سلبي. هي الأنسة الظريفة دي الصغنونة في تعليق تقول لي يا ماما. ماشي حبيبتي، مفيش مشكلة. في تعليق تاني يا تيتا، وربنا يديك لا يا حبيبتي أنا ما بستقبلش الكلام ده، أنا اسمي نادية. طيب أنا عايزة تعليقات كتير بقى، يا حاجة ويا تيتا ويا جدة ويا كل ده. انا بستقبلوش. ما انا مش هبلع عشان اطلع اقول الكلام ده وانا بستقبل. انا بستقبلش اي طاقه سلبيه من حد. انا طول النهار بقول لنفسي ان انا قمر وجميله، وده انعكس فعلا على شكلي وانعكس على صحتي. يعني الصحه النفسيه قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده اهم من الصيام المتقطع وطريقه الاكل الصحي او ايا كان بقى نوع الاكل اللي بتاكله، والرياضة الصحة النفسية. فأنا لما حد يقعد يقول لي يا تيتا يا تيتا يا تيتا يا تيتا وأنا استقبل، ما هو يقول. كل واحد حر يا جماعة يقول اللي هو عايزه. يعني أنت بس لو حد بيضايقك ويقول لك يا حاجة قولي له أيوه يا حاجة على طول كده. بتقول لك يا تيتا قولي لها إيه يا تيتا، يا عينون تيتا، أنت كمان تيتا حبيبتي. فاهماني؟ ما تستقبليش من حد طاقة سلبية أبدا. ليه بقول الكلام ده؟ لأن احنا ما حدش بيأذينا غير ده. عقلنا. عقلنا هو اللي بيصدر لك الطاقة السلبية. فلما تيجي واحدة كلمة عابرة تقولك يا طنط، وبينك وبينها مثلا حتى لو انت عندك 60 سنة وهي عندها 20 سنة بتقولك يا طنط او يا تيتا، قولي لها ايه يا تيتا، نفس اللي هي قالته لك رديه لها تاني. ما تاخديهوش عندك. فاهمه؟ خلي نار عدوك في صدره، ما تاخدهاش عندك انت. لاني انا دي اكتشفتها بصراحه لقيتها كتير. يعني كتير واحده عندها 35 سنه فبنت 20 سنه بتقول لها على طول يا طنط، فهي محبطه. قلت لها حبيبتي ما تاخديش طاقه سلبيه. ده بيخليكي تحسي ان انت كبرتي في السن. احنا ما بنكبرش في السن، بنكبر على البطاقة بس على الورق. لكن احنا جسمنا كله بيتجدد خلاياه، والخلايا الجذعية ممكن تبقى أقوى وأفضل، وشعرنا يبقى تقيل. وقلت الكلام ده بقى مرارا وتكرارا، مش هقعد أعيد فيه. فحبيبتي تيتا عندك عند بابا أو ماما. وكمان اللي هيكتب لي تيتا أو يا حاجة أو يا ماما أو أي حاجة، أنا ابني بس هو اللي يقول لي يا ماما بس. وبعدين هو ما بيقوليش يا ماما، ده بيقعد يدلعني يقول لي يا نانا يا ندوش يا قمر يا جميلة يا حبيبتي يا بيبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ارتقوا بقى، ارتقوا. بلاش تخلف، بلاش الكلام اللي هو يدي لحد طاقة سلبية وبالتالي الحد التاني ده يديك طاقة سلبية. لا، خلينا في الإيجابيات. لأن الحياة قد كده، مش هنعيشها بقى نضايق في بعض. بلاش بقى العقد والكلاكيع دي تطلع علينا. طلعوها على حد تاني. اعملوا رياضة، امشوا في الشمس، خدوا فيتامين د من الشمس، خدوا فيتامينات ومعادن من الأكل والشرب بتاعكم. اعملوا تمارين مقاومة، تمارين اليوجا، اضحكوا، هزروا، اسمعوا أغاني، اعملوا مساج. انت لو اهتميتي بنفسك يا حبيبتي يبقى عندك وقت تقولي لحد يا تيتا.
وبعدين ما اعرفش انت مين، انت حتى مش حاطه صورتك، فعايزه بقى تعليقات كتير يا تيتا يا حاجه.